السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف مع بعض في الفيديو ده النهاردة ازاي إن احنا نعمل آه internal reference automatic للمنتجات بتاعتنا. system by default انت بتيجي تنشئ منتج جديد، مثلا قول مثلا tools رقم مثلا كذا. تمام، أو يعني أيا كان. تمام. لما بتيجي تعمل سيفنج هنا، ولا الكود ولا الباركود بيتنشئوا اوتوماتيك. فكان في يعني ايه، احتاجنا ان احنا ننشئ ريفرنس للسيستم اوتوماتيك بعد كود معين مثلا. تمام. فاحنا عايزين نعمل ده، نعمله ازاي؟ طيب، احنا بنقدر نعمل بالاوتوميتد اكشن حاجه مهمه جدا، هي السيكونس. تمام. طيب انا الاول لازم اروح كده انشئ ايه سيكونس جديد. تمام. لما اجي اروح كده على السيكونس، حلو، الاقي هنا كده السيكونس اللي موجوده في السيستم كلها. طب انا عاوز انشئ واحده جديده، اكتب مثلا هنا برودكت كود مثلا. حلو. وهنا هكتب سيكونس كود اللي هيترن لما تشوف التوصيل، يعني هو يبحث في الداتابيز عشان على السيكونس ده عشان اقدر اعمله. طيب انا لو كتبت مثلا على سبيل المثال بي سي كده. حلو. جيت هنا قلت والله برودكت كود. حلو. هيبدأ بالرقم ده. طيب انا عاوز مثلا يبدأ برقم السنة، اعرف المنتجات دي اتنشأت في امتى. ممكن اخد ده كده واحطه هنا عادي. حلو. طيب هنا حجم الكود هيبقى عايزه كام رقم؟ اربع ارقام، خمس ارقام، مثلا اربع ارقام. حلو. واقول سيف. الامبلمنتيشن دي بسيبها ستاندر زي ما هي، وكتبت الاسم، حطيت الكود، حطيت البريفكس. طبعا في هنا سسفكس ده اللي هو نهايه الكود، بعد ما نهايه الاربع ارقام بحط ايه برضه رقم. طيب هتبقى لنا حاجه كمان ان احنا نعملها، هي الاوتوميتد اكشن. تمام. هاجي هنا كده على الاوتوميتد رولز وانشئ واحده جديده. حلو. اقول برضه برودكت كود مثلا، واقول له دي هتبقى في موديل البرودكت. تمام. هيقول لي تريجر ايه، هقول له على السيف اون سيف. هي ابلاي على اي، مثلا هقول له والله ايه اديت دومين، واحط دومين جديد. اقول له ايه هات لي الانترنال ريفرنس اللي هو ده ديفولت كود. لما اقول له از نوت سيت، لو مش موجود حط لي الايه الاكشن اللي هقول لك عليه دلوقتي. تمام. فانا جيت هنا كده قلت له ايه اد ان اكشن. طب ايه الاكشن اللي انا عايزه يعمله؟ ان هو ايه، اقول له حط لي كود كده. طبعا انا من غير ما اكون ديفلوبر ولا حاجه، انا بكتب كده مثلا، سالت شات جي بي تي واداني الكود اللي اقدر من خلاله ان انا احطه هنا كاوتوميتد اكشن يشتغل معايا، يجنريت معايا كود. فانا اخدته كده من شات جي بي تي وقلت له سيف اند كلوز. تمام. ورحت كده قلت تمام. رحت بقى كده على المنتجات، أنشأت منتج جديد مثلا على سبيل المثال كيبل. بص الاقي هنا الريفرنس فاضي. اول ما اعمل كده سيفنج الاقي البي سي اتكتبت معايا اهي، ورقم السنة جه اهو. بعد كده اربع ارقام اولهم واحد. تمام. عادي جدا، مفيش اي مشكلة. جيت هنا طبعا هو بدل الارقام عشان انا غيرت حاجة. قلت كيبل مثلا اتنين. خد يا باشا كود، خد لك كود رقم اتنين اهو. جيت تاني قلت له مثلا كيبل تلاتة، خد لي الايه السيكونس. كل ما انت تنشئ منتج جديد هيبدأ بسيكونس معين. طبعا في ان احنا ممكن ان احنا نعمل ايه، ان انا اجي هنا كده على مثلا انا انشأت المنتجات بتاعتي وحطيت مثلا ريفرنس معين للمنتجات بسيكونس معين، وخدت التفاصيل بتاعتي. وانا حطيت اجي بقى على اخر رقم بعد ثلاثة ده مثلا، او بعد مثلا 150، مثلا انشأت 150 منتج او رفعت 150 منتج بالشيت الاكسل عادي جدا. هاجي هنا كده على السيكونس واقول له ابدأ من هات لي هنا الكود ده. ابدأ من
رقم كذا. فاهم يعني ايه؟ يبدأ من 151. وانا انشأت مثلا على سبيل المثال كذا، يبدأ من إيه؟ 150. ده نكست نمبر، يبدأ من 151. اسيف وارجع تاني اروح انشئ منتج جديد، الاقي انه بيقبل معايا انه ينشأ من بعد الرقم اللي هو مين، او الرقم نكست نمبر ده. اقول له مثلا تول، اروح جاي اعمل كده سيف، هلاقي ان هو انشأ 151 اهو. ده نكست نمبر. فانا ممكن استخدم دي في انه اخلي السيستم اوتوماتيك يجنريت الكود بتاع المنتج، بحيث ان هي تفيدني في الشغل بتاعي. ودي حاجات من الحاجات المهمة جدا اللي العملاء واحنا شغالين بيطلبوها وبيحتاجوها بدرجة كبيرة. وده طبعا بدل ما انا اروح احتاج لمديول من الاب ستور. مثلا لو جيت كده على الاب ستور بتاع اودو، لو رحت كده على الاب ستور بتاعت اودو، هلاقي لو كتبت ان انا هنا مثلا جنريت اهو، هلاقي هنا في مديولات كتير جدا طبعا. طيب شكرا. جنريت باركود برودكت. تمام. لو كتبت كده هتلاقي في عندك 6 موديلات طبعا، ولو كتبت أكتر هتلاقي حاجات أكتر وتفاصيل أكتر. طبعا في منهم اللي ب 12 دولار، في منهم ب10، في منهم ب9، في منهم 26، في منهم ب90، في منهم على حسب طبعا التفاصيل، في 190 أو. فأنا علشان أتجنب الموضوع ده كله وأتجه للموضوع ده كله، لا انا اوريدي كتبت الكود كده على شات جي بي تي، اداني الكود حطيته. المهم بس ان احنا نكون عارفين الخطوه اللي بنمشي بيها. وده كده كان الفيديو بتاعنا النهارده. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا يعني استنونا كده فيديوهات جديده ان شاء الله. ننزل تيبس وتريكس كده جديده في اودو ان شاء الله تكون مفيده لينا جميعا. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.